النهاردة هنحكي قصة طويلة جدا، قصة التصميم الجرافيكي من أيام ما الإنسان الأول كان بيرسم على الكهوف لحد ما الطباعة غزت العالم كله. استعدوا الرحلة من أول رسوم الكهوف لحد التكنولوجيا اللي بنستخدمها النهاردة. خلينا نبدأ بأول دليل على وجود التصميم، كهوف لاسكو في فرنسا اللي فيها رسومات عمرها أكتر من 16 ألف سنة. الناس وقتها كانوا بيرسموا الحيوانات على الجدران، وده مش عشان الفن، لأ، كانوا فاكرين إن الرسومات دي ممكن تحميهم من الشرور أو تساعدهم في الصيد. شوية بشوية الإنسان بدأ يطور الرسومات دي. السومريين كمان كانوا أول ناس يستخدموا الكتابة مع الرسومات، حاجة زي الميمز كده بس على الطين. مش بس كده، دول كانوا بينقشوا الصور على أختام اسطوانية اللي ممكن نقول إنها أول شكل للطباعة. نيجي بعد كده لحمورابي في العصر البابلي. الراجل ده مش بس كان ملك، ده كمان عمل أول تصميم معماري قانوني، عمود فيه 282 قانون، وده يعتبر أول